بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. مجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل وقت إلى دهر الداهرين آمين. عندما نحتفل في هذه الليلة المباركة بعماد ربنا يسوع المسيح في نهر الأردن، نذكر أولا البركات التي وهبت لجنسنا في عماد السيد المسيح، ثم أيضا نذكر ميلادنا الثاني ومعموديتنا من الماء والروح. أولا من أيام كنا بنحتفل بميلاد السيد المسيح في المزود، واحتفلنا وفرحنا بهذا الميلاد، وكنا نرى أن فرحتنا في الميلاد أن ربنا ولد وصار إنسان مثلنا وأخذ جسدنا. كنا نرى أن طبيعتنا اتولدت من جديد، ولما المسيح أخذ طبعنا بارك طبيعتنا بطبيعته وأعطانا أحبائي أن نشاركه في كل شيء ما خلا الخطية، وهو شاركنا في كل شيء وأخذ طبيعتنا لكي يهبها الحياة عندما اتحدت الكلمة الإلهية بالجسد الذي أخذ منا، ثم عاش 30 سنة. وإن كان الكتاب المقدس لا يذكر كثيرا عن هذه الفترة، ولكن واضح ومعلوم أنه عاش إنسان كامل، عاش إنسان كامل، عمل وعرق وجاهد وتعب. ويذكر لنا التاريخ أن القديس يوسف النجار مات وربنا يسوع المسيح عمره 15 سنة بالجسد، ففتح المحل مطرح والده، اشتغل نجار، وشاركنا في كل أتعاب هذه الحياة وفي معاملات الناس لأنه شريك لينا في كل شيء. وفي سن 30 بدأ ربنا خدمته، وابتدأت شخصيته الإلهية ورسالته تتضح للناس. بداها بالعماد، فراح ليوحنا المعمدان ليعتمد منه، ويوحنا بيعمد الناس بعد ما يعترفوا بخطيتهم. الروح أعلم يوحنا إن الرب يسوع جاي يتعمد منه فامتنع، لكن ربنا يسوع المسيح قال له اسمح الآن لأنه ينبغي أن أكمل كل بر، فسمح واعتمد. الناس كانت بتيجي تعترف بخطيتها وبعدين ينزلوا في نهر الأردن شهادة على أنهم اتغسلوا بالمية، ورمز إلى قلبهم اللي اتغسل من الخطية. يعني يعترف الإنسان بخطيته وينزل يستحمى في البحر، يعمده يوحنا، يغسله يغطسه بالكامل. لما جه ربنا يسوع المسيح ازاي يحدث هذا؟ انت هتتغسل من ايه يا رب؟ لكن التعبير العجيب يا احبائي اللي سجله لينا الوحي تعبير جميل جدا. هو ذا حمل الله حامل خطية العالم. الرب يسوع لم يصنع خطية ولكنه حامل الخطية. الخطية ليست في طبع ولكنه حامل للخطية. الخطية حملها ربنا يسوع نيابة عننا. والعماد يكشف لنا ان حمله للخطية ما كانش بس على الصليب، لكن من ميلاده ربنا حامل الأتعاب بتاعتنا. بل أكثر من هذا، إن أتعاب البشرية كلها كانت في قلب الله منذ الخلقة ومنذ الأزل أيضا. حمل الله حامل خطية العالم. حمل، والحمل ما بيشيلش كتير، هو حمل لأنه وديع، وجاء لأجل هذا. حمل لأنه وديع رغم أن هو الراعي الصالح اللي بيرعى الحملان، لكن في هذه الناحية هو الحمل اللي جاي يندبح عن العالم. والحمل اللي بيتذبح بيأكلوه ويجهزوه للذبح عشان في وقت الذبح يكون جاهز ومستعد. ربنا يسوع أيضا ابتدى العالم يهيئه للذبيحة الكبرى. يهيئه ازاي؟ يحط عليه خطايانا. وعاوز اقول لك ازاي ربنا حامل الله ده حامل خطيتنا كلنا. تصور خطايا العالم كله، في مجرمين في العالم قد ايه، في قتلة قد ايه في العالم، في زناه قد ايه في العالم، في ناس حقدوا على بعض قد ايه في العالم. جمع ده كله، من يستطيع ان يحمل كل هذا؟ واحد بس. الواحد مننا ما يقدرش يحمل خطيته يموت. ده الواحد لما بيقتل بيهرب من وجه القضاء لأنه إذا اتمسك يتقتل. لما أقول لك إن المسيح حامل خطية العالم كله، ممكن تتخيل معايا مقدار هذه الخطية اللي حملها ربنا. وأنا عالم الناس اللي كانت قبليه والناس اللي معصرينه واللي جم بعديه، هو ده العالم بالنسبة لي. ومين هو العالم؟ مش المسيحيين والدروز
والبوذيين والهنود والمسلمين والمسيحيين، العالم كله. حمل الله حامل خطية العالم كله. ممكن تتخيل معايا مقدار هذه الخطية؟ ما أظنش تقدر تتخيلها ولا تتصورها. عشان كده ربنا يسوع المسيح قال جزت المعصرة وحدي. هو وحده اللي اتعصر، وهو وحده اللي يقدر يعرف مرارة الخطية اللي مررته. وعشان تقدر انت قدر امكاننا البشر الضعيف نشوف ربنا احسن قد ايه، وهو جاي الاله اللي الشاروبين والسرافين يغطوا وجوههم من اجل بهاء عظمة مجده، يقف قدام يوحنا الانسان المخلوق ويقول له عمتني، يقول له انت ما انتش خاطئ، يقول له احسبني في وسط الخطاة. يقف قدام يوحنا في صفوف الخطاة مستني الدور بتاعه عشان يتعمد. مين اللي غصبك كده يا ربي على كل هذا؟ قال غصبني محبتي ليك، بحبك وعاوز اموت عنك واحمل كل اتعابك. يا احبائي، مهما تأملنا في مقدار ما حمله ربنا يسوع المسيح، مش ممكن ابدا نستطيع ان نحب لجة محبته لينا. اتعرى عشان يغطي ادم من عرضه. وادم اتعرى ليه؟ ادم اتعرى ساعة ما اخطأ، بص لقى نفسه عريان من النعمة، جه يغطي نفسه بورق الشجر ما ينفعش. قام راح ربنا عمل له قميص جلد ولبسهوله، وكانت ديت اول ذبيحة تتذبح عشان ياخد منها قميص الجلد. ربنا يسوع المسيح اتعرى، ويذكر الكتاب المقدس ويقول فعروه عشان يغطي عري ادم. حمل خطيتي عشان يخلصني منها. اتسمرت ايديه نظير ايديه القذرة اللي بتصنع الاسم، كان للشوك على جبينه نظير افكار الردية، اتفل على وجهه وعلى عينيه نظير عينيه الشريرة اللي بتشرد في نظرتها. سمع كلمات التجديف والسب واللعن في اذنه نظير كل كلمة بذيئة خرجت من فمي، وكل كلمة شريرة تخرج من أفواه الناس في العالم. يا أحبائي، هذا هو حمل الله، حامل خطية العالم. واحنا في نطاقنا الضيق خالص لما احنا نجتمع الليلة دي بنعمة المسيح في الكنيسة، نحط قدامنا المسيح على المذبح ونقول ايه اللي احنا جايين له النهارده. هل ممكن الناس اللي بره يفهموا احنا بنعمل ايه النهارده؟ احنا جايين عشان حمل الله حامل خطية العالم كله. وبهذا المفهوم يا احبائي نجتمع في الكنيسة، المسيح على المذبح، واحنا جايين بهمنا وبخطايانا وبألمنا وبأتعابنا، جايين نرميها عليه. وبغير كده ما تكونش في فايدة ابدا من حضورنا للقداس ولا اجتماعاتنا ولا الاعياد بتاعتنا، لانها لا تعود فيما بعد تختلف عن اعياد العالم، انها مجرد ذكريات وليست حياة. اما الناحية الاخرى التي اعطيت لينا في سر العماد، اننا ولدنا من الله. المسيح وهو في نهر الاردن اتفتحت السماء وحل الروح القدس على طبيعتنا في شخص ربنا يسوع المسيح، وده حل علينا كلنا. واتفتحت السماء وسمع الصوت بيقول هذا هو ابن الحبيب، واحنا نظير انه هو اشترك معانا في جسدنا، وهو ابن الحبيب حسب شهادة الروح القدس الابن الحبيب، فاحنا اخواته في الجسد، فاحنا بالتبعية اولاد لله. كقول الرسول لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. هو ولد من امرأة تحت الناموس، هو الاله ابن الله بالطبيعة، ولد من امرأة تحت الناموس، اخذ جسدي عشان انا ابقى اخوه وابقى ابن لله بالتبني. هو ابن لله بالطبيعة وانا ابن لله بالتبني. والكتاب المقدس احبائي يؤكد هذه الحقيقة، ان مسيحيتنا كلها تتركز على هذه النقطة، نحن اولاد لله واتولدنا من ربنا. اللي يرى رسالة يوحنا الحبيب يلاقي انه دايما يكرر كلمة المولود من الله. المولود من الله لا يخطئ، كل من هو مولود من الله لا يفعل خطية، لان زرعه يثبت ولا يستطيع ان يخطئ لانه مولود من الله. المولود من الله يغلب العالم. نعلم ان كل من ولد من الله لا يخطئ، بل المولود من الله يحفظ نفسه من الشرير. المولود من الله يغلب العالم. دي الولادة اللي احنا اخدناها، وده حقنا في المسيح يسوع. وفي الليلة ديت اللي بنحتفل بعيد عماد الرب يسوع نذكر العماد بتاعنا
لأن هو تعمد من أجلنا. جاله نيقوديموس بالليل وقال له: يا معلم، ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية عشان أدخل ملكوت الله؟ أنا أعلم أنك أنت معلم للناموس. قال له: إن لم تولد من الماء والروح لن تدخل ملكوت السماوات. والكتاب المقدس في الكنيسة الأولى يقول لنا إن كانت رسالة الكنيسة كلمتين صغيرين: توبوا وليعتمد كل واحد على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا وتمحى خطاياكم. توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح، وبعدين تبقوا ولاد لربنا. زمان طبعا لما كانوا بيعمدوا الناس وهم كبار في السن كانوا بيشترطوا قبل المعمودية لازم التوبة، والمولود من الله لا يخطئ. فاحنا اتولدنا من ربنا، وبتعبير معلمنا يوحنا في الإنجيل بيقول: الذين ولدوا من الله اتولدوا من ربنا، ليس من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، لكن من الله ولد. دول ولاد لربنا. احنا كلنا اتولدنا من الجسد، ولدنا من نسل رجل، لكن هذه الولادة غير محسوبة قدام حياتنا الروحية. انما الولادة اللي محسوبة ان احنا اتولدنا من ربنا. فالانسان اللي اتولد من ربنا اصبحت فيه ملامح الله، ابن الله. وابن ربنا لازم يعيش حسب وصية ربنا، ويعيش في قوة ربنا، ويعيش في إمكانيات الله. قال: أنتم ولدتم من الله، من أجل هذا لا يحبكم العالم، إن كان العالم لم يبغضني فقد أبغضكم، زي ما أبغض أبونا هو بيبغضني. إحنا ولاد لربنا. النقطة دي لازم تكون واضحة قدامنا. وإن كانت البنوة بتاعتنا مش واضحة نعمل توبة. المعمودية ما بتتعادش، لكن المعمودية مرة واحدة، لأن الإنسان بيتولد مرة واحدة. لكن الابن الضال بعد عن أبوه راح بعيد وبعدين رجع. طبعا لما رجع ما عدلوش الولادة بتاعته تاني، لكن قبل منه التوبة بتاعته. عشان كده كنيسة ورأي الآباء القديسين إن التوبة، دموع التوبة هي المعمودية الثانية. وإحنا اللي لابس عيد العناد عاوزين نتمتع ببركات المعمودية اللي خدناها في طفولتنا، نقدم توبة لربنا، نقدم له توبة حقيقية لكي نصير أولاد لله، ابن ربنا، يكون في ملامح ربنا. هل أنا في ملامح ربنا يسوع المسيح؟ شوف قد إيه يقول مثلا: المولود من الله لا يخطئ. أنانيا وسفيرة وأخطأ وكذب وحجز جزء من المال، على طول وقع ومات، لأن الكنيسة ما كانش فيها أي شوائب، كانت كنيسة في طريق التوبة. وإحنا كلنا كأولاد لله إحنا ماشيين في طريق التوبة، عشان إحنا لما طلعنا من جرن المعمودية لبسنا الرب يسوع، لبسنا ثياب بيض، وإحنا لنا رجا في المسيح إن إحنا نقابله في الحياة الأبدية بهذه الثياب أيضا البيضة اللي إحنا أخدناها في المعمودية. فغربتنا على الأرض دي فترة إحنا بنقضيها عشان خاطر نحافظ على نقاوة التوب بتاعنا. الخطأ اللي ركب في دماغنا حاليا إن الحياة على الأرض دي فترة طويلة لها أهميتها، هي جزء من الحياة اللي هنقضيها في السماء، أو الحياة اللي هنقضيها في السماء هي الختام. أنت عارف اللي بيكتب كتاب كبير كده 500 صفحة وبعدين بيعمل له في الآخر إيه؟ صفحة ولا صفحتين الخاتمة. احنا بنفتكر ان الحياة الأبدية هي تكون الخاتمة بتاعة الكتاب الطويل ده اللي احنا قضيناه في العالم. أبدا، ده الحياة على الأرض كلها لا تعدو أن تكون الصفحة الأولى من الكتاب المقدمة، لكن الكتاب الكبير ده كله هي الحياة الأبدية. لما الفكر ده ابتدى يختفى عن عينينا، ابتدت الملامح بتاعة البنوة بتاعتنا لله يحصل لها شخبطة وما تبقاش واضحة. بهذا الإيمان يا أحبائي عاشت الكنيسة الأولى. كانوا يكلموا بعض المؤمنين ويقولوا: الرب قريب، جاي خلاص أهو، نشوف هم فين وإحنا عدى 2000 سنة. الرب قريب بالنسبة ليهم، لأن هم كانوا بيعتبروا إن الفترة اللي على الأرض قصيرة جدا، لكن الأبدية هي اللي منتظراهم. فهم عاشوا للأبدية، عاش الشهداء وعاش القديسين. عشان كده العالم مهزش حياتهم، وبغضة العالم ليهم ما قدرتش ان هي تكرههم في ربنا او تكرههم في الحياة الابدية او تنسيهم.
لكن بالعكس بغضة العالم ليهم خلتهم يفرحوا أكتر، كما بيقول سفر الأعمال: فخرجوا فرحين إذ حسبوا أهلا أن يهانوا من أجل اسم المسيح. إحنا ملامح حياتنا كأولاد ربنا هل هي واضحة دلوقتي بحيث إن إحنا نقدر نقول إن إحنا فعلا أخذنا البنوة الحقيقية من الله؟ الليلة ديت ليلة للتوبة، والكنيسة طبيعتها كنيسة تائبة، واليوحنا المعمدان وقف عشان يعمد الناس للتوبة، وربنا يسوع المسيح فتح حضنه للخطاة، وصورته قدامنا باستمرار على الصليب معلق فاتح أحضانه يقول: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وأنا أريحكم. الكنيسة كنيسة التوبة، لازم نتوب الليلة عشان نتبارك بالعيد ده، ناخد بركته قبل ما نروح. لازم نتوب توبة حقيقية. الكنيسة محتاجة للتوبة في الأيام ديت أكثر من أي عصر مضى. محتاجين لتوبة في بيتنا، محتاجين لتوبة في شبابنا، محتاجين لتوبة في بناتنا، محتاجين لتوبة في معاملاتنا، محتاجين لتوبة لرجوع محبتنا الأولانية. لو قارنا حياتنا بحياة الكنيسة من سنين قريبة مضت، فين المحبة اللي قال عنها الكتاب المقدس: من كثرة الاسم تفطر محبة الكثيرين؟ الكتاب المقدس يقول كده: كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس. المولود من الله يحب أخاه، واللي يبغض ده مش مولود من ربنا. فين البنت المسيحية وفين الحشمة بتاعتها الجميلة اللي كانت تتحلى بيها، اللي فيها ملامح صورة العذراء وفيها شكل المسيح؟ احنا غلبنا العالم ولا العالم اللي بيغلبنا دلوقتي؟ العالم مش هو اللي محاصرنا دلوقتي؟ مش احنا اللي عمالين نستسلم يوم بعد يوم ونسلم شوية بشوية؟ امبارح وقع في ايدي كتاب كان كتبه المتنيح الأنبس نسيوس مطران بني سويف من 20 سنة حوالي كده، وكاتب بيكلم الشعب بتاعه عن الحشمة ودخول الكنيسة واللبس، وبيكلم البنات كلام جميل لطيف كده عن ان هم صورة المسيح، وان ربنا خلق اللبس مخصوص عشان خاطر الانسان يتستر بيه عشان يؤدي وظيفته مش يؤدي العكس. من 20 سنة بيتكلم الكلام ده. قلت روحوا دلوقتي وهي بتبص علينا تقول ايه على بناتنا؟ يقولوا عليهم فيهم ملامح المسيح فعلا، ولا يقولوا دابوا في العالم؟ دابوا خالص، بقى شكلهم شكل ولاد العالم، بقى شكلهم شكل ولاد العالم. مش دول محتاجين للتوبة؟ ولا بس نعمل قداسات وأعياد واحتفالات ونروح ونقول كل سنة وانتم طيبين؟ مش لازم نرجع لربنا من قلبنا؟ نقدر نقول على الشباب بتاعنا ان هو في ملامح الرب يسوع، ولا خاضع تحت سلطان العالم زي ما يأمره المشي، كأن الشر في العالم هو الوضع الطبيعي لأولاد ربنا، لكن الخير مش هو الوضع الطبيعي؟ يا أحبائي، إن اجتمعنا الليلة دي في ليلة العيد ده نريد أن نعيد عيد روحاني، ليس عيد شكلي. الله لا يخضع بالمظاهر ولا بكثرة صلواتنا ولا بذبائحنا ولا بتقدماتنا. الله يريد القلب النقي. عشان كده داود النبي يقول: قلبا نقيا اخلق في الله، اغسلني كثيرا من اسمي. إن كان داود طلب ان هو يتغسل، بس يتغسل كتير مش يتغسل شوية. ان حزن العالم ينشئ موت، لكن الحزن التوبة، الحزن اللي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة بلا ندامة. دي اساس مسيحيتنا، ان احنا اتولدنا اولاد لربنا، ولازم نحافظ على اللباس اللي خدناه في المعمودية. لازم نبقى صورة المسيح لغاية لما نقابله. لازم نشهد للعالم، نشهد للمسيح في العالم. لازم يشوفونا الناس ويقولوا دول ولاد ربنا، يقولوا دي بنت المسيح، ده ابن المسيح. انا عارف ان الشر بيحاصرنا بشدة وبقسوة فوق ما حدث في اي عصر من العصور. بيحاصرنا في بيوتنا، بيحاصرنا في شكل التلفزيون اللي دايما بنشوفه، بيحاصرنا في المعاملات الخارجية، بيحاصرنا في الموضات، بيحاصرنا في كل الحاجات دي. لكن هيفضل لربنا أولاد شهود أمناء ليه، هيقدموا حياتهم على مذبح الشهادة والاستشهاد من أجل عظم محبتهم في الملك المسيح. نحن محتاجين إلى كنيسة تائبة ترجع لله من قلبها، محتاجين إلى عبادة ليست بكثرة الكلام، ولكن عبادة القلب النقي الذي له القدرة على معاينة الله.
يا أحبائي، هذه هي الهدية اللي نقدمها لربنا في العيد الليلة. الآن وقت مقبول لنفتح قلوبنا للمسيح، نقول له يا رب أنت جيت اتولدت في المزود، تعال اتولد في قلبنا. وإن كان قلبنا نجس أنت وحدك تستطيع أن تطهره، لأنك أنت أعطتنا قوة الطهارة. وإن كان العالم قوي علينا فأنت أعطتنا قوة الغلبة في المسيح يسوع. وإن كان يا ربي الشر بيحدق بينا من كل ناحية، فالذي معنا أعظم من الذي علينا. نحن نؤمن أنك أنت في وسطنا. نحن نؤمن يا رب أن أنت مصدر الطهارة في الكنيسة، نؤمن أن أنت مصدر الحب ومصدر النقاوة ومصدر السلام ومصدر الفرح. وأنت يا رب روحك القدس يدفعنا للتوبة لكي نعيش للي حبنا ومات لأجلنا، نعيش لحمل الله اللي حمل خطايانا على الخشبة. إلهنا الصالح قادر إن هو يقبل صلواتنا ويقبل توبتنا في هذه الليلة، ويعطينا أن نعيد عيدا روحيا وليلة